السلام عليكم الدراري، مع خوكم اشرف. فيديو جديد. كما كتشوفوا الموضوع اليوم على الكيلاس، وهاد الندى اللي كتلقاه هنايا. كما كتشوف هاد البلايص ديال البوشونات ديال الصوباب كتلقى فيهم داك الزيت كيخرج بواحد الطريقه صغيره بزاف بحال الندى، ومع الغبره راه كيبان الغبره كتلصق هذيك الزيت، كتولي تبان بهاد الطريقه مكرفسه. كما كتشوفوا حتى داك الجوان اللي كيكون على دوك البولونات بربعة ديال الكيلاس، دوك الكبار ديال ساروت 10، حتى هما داك الجوان ديال الكارطون تا هو كيخرج الزيت كما كتشوفوا من الجهه التحتانيه. اضافه الى البوشونه ديال الصوباب، هاد البلاصه اللي درت فيها صبعي دابا، الا كان الجوان مصوطي جوان كيلاس راه كيخرج لك الزيت. في هاد الحاله ما عندناش الزيت كتخرج من تما، الزيت عندنا خارجه غير من الكوفيره ومن البوشونه ديال الصوباب، لا الفوقاني لا التحتاني. السبب هو هاد الجوان طوري كما كتشوفوا راه يبس ولا بلا، صافي تطحن دوز وقتو. هاد الجوانات من غير لوريجينال ما غتلقاهمش، بالنسبه للدوكر كيكونوا الجوانات مارو. هنا تاخد هادو من عند مول البياس، راه والو شي درهم تاخدهم بجوج وتبدلو من راسك بساروت 17. بالنسبه لهاد البوشونه كتكون بحال هكا راكبه في الاول، انا كنوريوكم بساروت 17. من الاحسن يكون كرينو ولا بيب، صافي وكتحل. يكون الموتور بارد، ما تحلش والموتور سخون، تيكون بارد. غتحل وغتبدل هداك الجوان كما كتشوف، الجوان ديال الطوريك غتبدلو. قبل ما تبدلو غديرلو شويه د الزيت بحال هكا، المهم يرطب باش فاش يدخل في بلاصتو يدخل، وفاش تزير عليه تبريزا يشد لا فورم ديالو. بالنسبه خلاص لداك الجوان ديال ربعة البولونات ديال الكيلاس اللي كيشدو الكيلاس، تا هو راه غتاخدو، تا هو بغيتي تبدلو كان عندك ديفو فيه تا هو راه تبدلو. هادشي اللي كاين اخوان. بعد ما ركبنا الاول، ها هو كي كتشوفوا دابا القضيه مزيانه. صافي دابا حبس وركب داكشي كما كتشوفوا. نفس الطريقه راه غديرها حتى البوشونه الاخرى. والزيار زيري بالقاعده ديما ما تحبسش ودير داك التزيار بالجهاله، غير الساروت غير بشويه بشويه، لان هادشي راكم عارفين الا فوند ولا قرصتي عليه بزاف راه يمشي. شوف الجوان كيبس راه تفرتت فاش حيدتو. وهذا هو الفيديو ديال اليوم، تهلاو فيديو قادم ان شاء الله.